لو فاكر ان السفر للامارات في 2026 هو تذكره سحريه للنجاح، يبقى لازم تسمع الفيديو ده للاخر. الامارات بقت واحده من اقوى اسواق العمل في العالم، بس كمان بقت اصعبهم. المنافسه زادت والمهارات المطلوبه اتغيرت، واللي مش بيطور نفسه بيشال من السوق في هدوء. السؤال بقى، هل لسه في فرص حقيقيه تنجح في الامارات ولا خلاص القطر فات؟ في الفيديو ده هقول لك الخطه كامله خطوه بخطوه، ازاي تبدا صح وتلاقي شغل كويس وتبني نفسك في 2026 رغم كل التحديات. لو ناوي تسافر الامارات او بالفعل فيها، اعمل لايك للفيديو علشان يوصل لكل حد محتاج يسمع الكلام ده، وتابع معايا الفيديو للاخر لاني هقول لك على حاجات يمكن اول مره تسمعها هتنفعك قوي. وفي اخر الفيديو هقول لك على نصيحه فادتني انا شخصيا وغيرت طريقه تفكيري بعد ما سبت اول شغل ليا في الامارات ودورت على شغل تاني وفرصه احسن. فتابع معايا الفيديو للنهايه. اولا خليني اشرح لك يعني ايه الامارات اتغيرت. الامارات دلوقتي مش زي 10 سنين فاتوا. زمان اللي كان معاه شهاده وخبره بسيطه يلاقي شغل بسرعه، يعني تقدر تقول كده من قبل 2015. دلوقتي السوق بيدور على قيمه، على اللي يصنع له الفارق، ازاي هكسب منه اضعاف المرتب اللي اديهوله واللي يستحقه بالمناسبه، مش مجرد موظف. الامارات داخله بقوه في الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، الطاقه النظيفه، الخدمات المتطوره، رياده الاعمال. يعني ببساطه اللي مش ماشي مع احتياجات السوق ومتطلباته الموضوع بيتصعب عليه جدا. فلازم في البدايه تقول انا بقدم ايه مختلف يخلي الشركات تختارني وسط 300 واحد بيقدم معايا في نفس الوقت. ده اهم سؤال لازم تفكر فيه وانت بتقدم على اي شغل. وده ياخدنا لنقطه مهمه قوي، وهي ان المهارات اهم من الشهاده. اكبر غلطه بيقع فيها الشباب انهم بيركزوا قوي على الورق والسوق بيركز على النتائج. في 2026 مهارات زي الاكسل المتقدم او الاي اي تولز بقت ميزه قويه اهم من اي شهاده. مهارات البيع والتفاوض مهارات وميزه مطلوبه جدا. اللغه الانجليزيه بقت شرط اساسي مش رفاهيه. يعني ما تجيش تقول انا من ضمن مهاراتي ان بتكلم كويس انجليزي، لا ده الطبيعي جدا. والبدايه في اي شغل او مقابله عمل مش بيسالك عن اللغه لانه معتبرها موجوده اصلا، يعني ده الطبيعي. يعني لو انت موظف اداري عادي لازم تزود مهارات تخليك نسخه مطوره مش نسخه مكرره. نصيحه عمليه بقى وانا شخصيا بعملها على طول، لكل 3 شهور لازم تتعلم مهاره جديده او تاخد كورس معين ليه علاقه بمجالك او حتى غير مجالك. الموضوع ده هيخليك في حته تانية خالص، وتحس كده انه بيجمد قلبك وانت بتقدم على اي وظيفه. تكون متمكن وواثق من نفسك كده وعندك مهارات كتير، اي شغل ممكن يستفيد منك. والموضوع ده كله دلوقتي بقى اونلاين. اي كورس او مهاره تتعلمها مش محتاج ان انت تكون في نفس البلد ولا انك تروح مكان زي زمان. فالامور بقت اسهل بكتير عن الاول. كل حاجه دلوقتي بطريقه الاونلاين، لابتوب او مكان كويس كده وهادي، وتقدر تاخد الكورس زي ما انت عايز وتقدر تركز فيه وتستفيد منه كمان. في نقطه ناس كتير بتقع فيها وبتدمرهم، هو انك وانت جاي الامارات لازم تبقى فاهم انت جاي وعارف هتقعد قد ايه في الامارات. بمعنى ايه؟ كلنا عارفين ان الخليج عموما مش بتدي جنسيات، فلازم انت من اول يوم تبقى عارف انك لازم تطور نفسك. انت اول عقد ليك في الامارات سنه سنتين، بتبقى جديد لسه ما عندكش خبره البلد وعايز تفهم الدنيا هنا ماشيه ازاي، لان الدنيا هنا مختلفه عن اللي انت كنت فيه. سوق العمل والمنافسه بقى وكل الكلام ده انت بتعرفه اول سنتين. في خلال السنتين دول انت بتشوف سوق العمل بيطلب ايه كمهارات ووظائف وكده، وانت على الاساس ده تطور نفسك على حسب متطلبات سوق العمل. ما تفكرش انك خلاص اشتغلت وبقيت موظف وبتقبض مبلغ معين كل شهر وبتبعت جزء لاهلك في مصر والامور كده تمام وانت مطمن وراضي بده، لان انت مش من المنطقي انك زي ما ابتديت العقد زي ما انتهى بعد سنتين في نفس المهارات والخبرات بتاعتك. لازم تكون على الاقل اتعلمت حاجه جديده، خبرات جديده. ولازم تحط في بالك انك بعد سنتين وانت عقدك بيخلص تكون مسكت بوزيشن في الشركه، علشان لما يجي وقت تجديد العقد يلاقوك اتطورت وتجدد عقدك بمرتب اكبر من القديم. غير كده انت هتلاقي السنين بتعدي عليك زي ما انت مفيش اي جديد ولا زياده في المرتب. ده كمان لو انت ليك نصيب واستمريت في الشركه اصلا. فانت مش عارف هتقعد قد ايه في الامارات، سنه سنتين ثلاثه، وفي الاخر هترجع بلدك اي وقت. فلازم يا اما تكبر في البلد والناس تكون متمسكه بيك لانهم محتاجينك في الشغل، يا اما هتلاقي فجاه قرار الاستغناء عنك وبيبقى قدامك شهر او شهرين فقط تدور على شغل تاني، وفي الاغلب مش بتلحق تلاقي شغل في الوقت القصير ده. حتى انا دايما بشبه المغترب ده اللي بيجي جديد البلد زي لاعب الكوره بالظبط. انت في العشرينات انت بتحاول تثبت نفسك وتكبر في المكان وتتطور من مهاراتك، بتثبت رجلك في البلد زي ما بيقولوا، لحد ما تدخل سن الثلاثينات بقى بتبتدي تمسك وظائف اكبر وبتترقى وتاخد بوزيشن اعلى، لان سن ال30 هو سن المديرين هنا في الامارات. انت بتتعب سنتين ثلاثه اربعه وبعد كده بتروح لمكانه تانية. مش هتفضل طول عمرك في نفس المكان ونفس الراتب اللي ابتديت بيه، لا انت بتكمل على تراكم الخبرات اللي اكتسبتها في الشغل. ما تسيبش نفسك ل 34 و35 سنه ولسه بتقول انا بكتسب خبرات وبكبر وترضى بالمرتب القليل بعد السنين دي كلها في الامارات، عشان لما تحب تروح شركه تانية ويسالوك عن خبراتك ايه وكنت شغال
ايه وفين وماسك ايه، كل الحاجات دي بتفرق وانت بتنقل لشركه تانية. واكيد ما ينفعش ترجع للبدايه، لازم تكمل على اللي انت وصلت له، وده مهم قوي هنا لو عايز تكبر في البلد. فدايما خلي عندك تطوير وتجديد، لان المنافسه قويه جدا في سوق العمل في الامارات. نقطه كمان مهمه قوي وهي مرتبطه بالنقطه اللي قبلها، وهي ان الاستقرار الوظيفي هنا ضعيف جدا، ممكن اي وقت زي ما قلنا يطلعوا قرار بالاستغناء عنك. عشان كده انت من اول يوم تعمل حسابك انك تشيل مبلغ كل شهر وتعمل حساب بكره. بمعنى ايه؟ انك ممكن تلاقي اي حاجه حصلت بقى مشوك او الشركه صفت او جابوا حد بدالك ايا كان، يعني لازم تكون محوش مبلغ على جنب للظروف دي تكفيك بقى على الاقل 3 شهور لو انت نويت تكمل في الامارات، لان زي ما قلت لك الخليج مش بتدي جنسيات. فانت تبقى عامل حسابك لده من اول يوم تيجي في الامارات، يا اما تطور من نفسك وتكبر في المكان لدرجه ان انهم يخليهم يتمسكوا بيك، او تحوش مبلغ على قد ما تقدر يشيلك بعد ما تمشي من الشغل ايا كان السبب. تقدر بقى ساعتها تفكر في مشروع او ترجع بلدك تبتدي حياتك من جديد، بس على الاقل تكون استفدت من الغربه او السفر، ما يكونش على الفاضي من غير ما استفدت منه حاجه. لان المعيشه هنا من غير شغل استنزاف فلوس بشكل مش طبيعي. الحياه هنا غاليه جدا ومحدش بيشيل حد، انت مش في مصر ما تقولش صاحبي هيساعدني او قريبي هيشيلني، لا مفيش الكلام ده. وتبقى عامل حسابك ان حاجه زي كده ممكن تحصل، لان الحياه هنا ما بتستحملش شهر تصرف فيه وما يكونش فيه مرتب. في بقى كارثه بشوفها كتير للاسف في ناس وهي جايه الامارات. اصعب حاجه انك تيجي الامارات من غير خطه. ناس كتير بتيجي سياحه وبتصرف فلوسها كلها في شهرين وفي الاخر بترجع محبطه. قبل ما تسافر لازم تبقى محدد المجال اللي هتشتغل فيه، عامل سي في قوي احترافي، مجهز لينكد ان مظبوط، مقدم على شركات من قبل ما تيجي. الامارات مش بلد التجربه، لا هي بلد الحسابات الدقيقه. لان اي حد بشوفه وهو يقول انا مسافر الامارات واشتغل اي حاجه، ان شاء الله اشتغل في مطعم ولا بنزينه ولا حتى بياع في محل، لا الامور مش بتيجي هنا كده خالص في الامارات. اولا عشان تلاقي شغل كويس لازم تبقى محدد السي في بتاعك عباره عن ايه ومهاراتك ايه وناوي تشتغل ايه. ازاي هتعمل سي في قوي وتقدم على وظائف مختلفه وانت مش محدد انت هتشتغل ايه؟ انت كده مشتت، مش هتعرف تلاقي شغل طول ما انت بتدور على اي حاجه كده. لازم تحدد هدفك عشان تشوفه. بصراحه انا ما شفتش اي حد نجح وكمل في الامارات وهو جاي مش محدد هيشتغل ايه وهيسكن فين وهيصرف كام وعارف كل حاجه ومرتب كل شيء. غير كده انت هتتوه وفلوسك هتخلص ومش هتوصل لحاجه خالص. حاجه كمان لازم تاخد بالك منها كويس قوي، وهي ان 80% من الوظائف بتيجي عن طريق العلاقات، ودي حقيقه ما حدش بيحب يقولها. لازم تحضر معارض توظيف وتتكلم مع الناس وتتعرف عليهم لو في نفس مجالك، وتدخل جروبات لينكد ان وتتواصل بشكل احترافي معاهم. الطريقه دي بتفتح سكك لشغل كتير هنا، وانا بنفسي شفت امثله لشباب كتير عرفوا يلاقي شغل عن طريق المعارف الجديده دي. بيروحوا احيانا جروبات للمقابلات وكل واحد ونصيبه في الشغل. فانت بتعمل اللي عليك وبتسعى وربنا بيوفقك ان شاء الله. سادس حاجه مهمه جدا وانا قلتها كتير في الفيديوهات السابقه، وهي انك ما تعتمدش على دخل واحد في الامارات. حاول تنوع مصادر الدخل، هي دي تعتبر امن حاجه ليك وانت في الغربه. ممكن بقى كشغل فريلانس او تجاره اونلاين او صناعه محتوى او استثمار بسيط. مش لازم تكسب ملايين، بس يكون عندك مصدر دخل تاني حتى ولو بسيط اكيد بيساعدك كل شهر. سابع حاجه وناس كتير مش واخده بالها منها او بتهملها في الامارات، وهي انك تشتغل على سمعتك مش بس شغلك. بمعنى ايه؟ خليني اشرح لك. في الامارات السمعه بتسبقك. مديرك لو حب شغلك ممكن يرشحك في مكان اكبر، ولو اشتغلت باهمال الخبر بينتشر اسرع مما تتخيل. لازم يكون في التزام بالمواعيد، احترافيه في التعامل مع المديرين في الشغل، اللبس الكويس دايما فورمال، كل ده بيترجم لفرص اكبر. ولو مش حابب تكمل في المكان ولقيت فرصه احسن، حاول وانت ماشي تبقى العلاقات مع المديرين كويسه. مش لازم تسيب الشغل وانت عامل مشكله او قفلت باب التعامل مع الناس في الشركه مره تانية، لانك ببساطه مش ضامن الشغل الجديد ده هترتاح فيه ولا لا او هتكمل فيه ولا لا. لان لو علاقاتك كويسه مع الشركه ممكن ترجع تاني لو الامور ما مشيتش معاك زي ما انت عايز. ومن ناحيه تانية كمان شركات كتير بيسالوا عليك في شركتك القديمه ويشوفوا علاقتك بيهم ايه ازاي، فلازم تسيب انطباع كويس عليك في المكان قبل ما تسيبه. تامن حاجه بقى ودي مهمه جدا، خليك اجتماعي بس بحدود واضحه. يعني من الاخر ما تثقش في اي حد بسهوله. وخليني بقى اشرح لك الحته دي كويس قوي. انت في غربه ومحتاج صحاب ومحتاج حد يفهمك ويساعدك. فاول حد يبتسم في وشك بتحس انه امان. بس الحقيقه مش كل حد لطيف نظيف، ومش كل حد يقرب منك عايز مصلحتك. في سوق تنافسي زي الامارات في ناس ممكن تنقل كلامك لمديرك، ممكن تستخدم المعلومات دي ضدك، ممكن تحبطك علشان تفضل مكانك. وده مش معناه ان كل الناس وحشه، لا طبعا، لكن معناه انك لازم تفهم قاعده مهمه، وهي انك اعرف الناس وتعامل مع الكل كويسين. ما تفتحش كل اوراقك في الشغل، تحديدا خططك المستقبليه، وانك بتدور على شغل تاني او تتكلم على المدير او تتكلم على المرتب. المعلومات دي في بيئه تنافسيه ممكن تستخدم ضدك. في الامارات الشغل بروفيشنال جدا، ومش كل زميل
زميل شغل يبقى صديق، اعمل علاقات ذكيه مش علاقات عاطفيه. في فرق كبير بين ان واحد يقول لك انا صاحبك وواحد يقول لك احنا بنفيد بعض. العلاقات هنا مبنيه على المصالح المتبادله، وده طبيعي جدا ومش عيب. اللي بيساعدك ساعده، واللي يضيف لك ضيف له، لكن ما تخليش الثقه مفتوحه 100%. انا هقول لكم عن تجربه شخصيه حصلت ليا اول ما جيت الامارات في اول شغل اشتغلته في الشركه. اول ما جيت طبعا وكنت جديد في البلد، وبشوف الناس في الشغل بتتكلم عن اشخاص معينه في الشغل وعن مديرين وكده، وانا ما اعرفش لسه حد فيهم وما كنتش بركز قوي وهم بيقولوا ايه. وبعد فتره بلاقي ناس جديده بتيجي وناس بتمشي، وانا ما اعرفش ايه السبب في التغييرات دي كلها. وبعد فتره عرفت السبب، وكان سبب اغرب مما اتخيل بجد، وهو ان في ناس موجودين في وسط العمل بس وظيفتهم انهم يتكلموا مع الموظفين عن الشغل والمديرين ونظام العمل في الشغل، ومحدش كان يعرف ان الكاميرات موجوده دي صوت وصوره. وللاسف اي حد كان بيتكلم براحته على مدير معين او شغل طبعا كان بيتاخد عليه، وبتبقى مشكله كبيره وتوصل للاستغناء عنه. ومن ساعتها انا قررت ما اتكلمش مع اي حد في العمل عن اي حاجه غير الشغل. وزي ما قلت ما تثقش في اي حد حتى لو كنت فاكره انه صاحبك. ولما جيت الامارات كان كل تفكيري ازاي الاقي شغل في فتره الزياره، وكنت حاطط لنفسي 2 أو 3 بالكتير واخد الخبره اللي محتاجها عن البلد والشغل وانقل لمكان احسن. وفعلا اول 3 سنين حاولت استفيد على قد ما اقدر كخبرات في الشغل والحياه في الامارات، وعملت رخصه قياده ونقلت على شغل تاني. كان الموضوع بالنسبه لي اسهل بكتير عن اول ما جيت الامارات. عشان كده بقول لك حاول تستفيد من كل يوم ليك في الامارات عشان ما تفضلش واقف في مكانك. النجاح هنا مش بيجي في شهر ولا 6 شهور ولا حتى سنه. اول سنه دايما بتبقى اصعب سنه، ضغط وغربه ومصاريف واحباط، لكن اللي بيكمل وبيتعلم من كل تجربه هو اللي بيعدي المرحله الصعبه. الصبر مش معناه تستحمل في مكان بيستغلك، الصبر معناه تطور نفسك لحد ما توصل للمكان اللي تستحقه. اهم نقطه بقى حابب اختم بيها وايه ان الامارات مش بلد احلام، هي بلد فرص، والفرصه مش بتيجي للي بيستنى، لازم تبقى جاهز. لو جيت بعقليه انا عايز اقبض وخلاص وهتفضل مكانك ومش هتتغير، لكن لو جيت بعقليه انا جاي ابني نفسي واتعلم واكبر، ساعتها الامارات هتديك اكتر مما تتخيل. فلو انت ناوي فعلا تنجح في الامارات في 2026 ابدا النهارده مش بكره. ما تخليش حد يقنعك ان السوق قفل، السوق ما قفلش، السوق بس محتاج ناس اقوى. ولو حابب تعرف افضل الوظائف المطلوبه في 2026 بالمرتبات والتفاصيل الكامله، هتلاقي اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان دايما تاخد المعلومه الصح من واحد عايش التجربه كل يوم. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.